كملي. كأني في مطبخ، كأن المطبخ لي أنا، فكان لون المطبخ أبيض، كله أبيض في أبيض، الأرضية والدواليب كل شيء، بس متوترة شوي. ما يخالف على مهلك. فكان مرة جميل المطبخ ونظيف. فأنا فتحت الدولاب فأخذت منه طبق فواكه، كانت على شكل هرم، وكان شكلها مرة جميل، من جمالها كأنها لعبة. فجات بنت عمتي تركض تحاول تسحب الطبق مني، وسحبته منها، فطلعت طبق ثاني كان مثل الهرم كل الدجاج، فجات تركض مرة ثانية بتسحب الطبق، فسحبته أنا منها. فشوية جت بتقفل المطبخ، فأنا قلت هات بتقفل مطبخي كله يعني، فسحبت منها المفتاح، ففتحت كفي اليمين لقيت حلقة فيها 6 مفاتيح، فتحت كفي اليسار لقيت حلقة فيها 6 مفاتيح. فأنا استغربت مفتاح شلون جا زي كذا. فطلعت برا في الصالة، فجاتني تركض معاها سكين كبيرة مرة وحادة من حدتها تلمع السكين، فكانت تحاول تبغى تذبحني. فأنا قلت أنا حتى لو يوم هي جاية تركض كان وجهها يقلب على وجهين، مرة وجهها ومرة وجه بنت خالتي. فأنا قلت أكيد يعني ما راح أسلم، يعني السكين بهذا الشكل ما راح أسلم، فقلت لازم أقاوم يعني ما راح أستسلم. فسحبت السكين منها، فسحبتها بكل سهولة، لكن ناظرت في كفي من فوق اليمين واليسار فيها خدشات بسيطة بس مرة، يعني ما أحس فيها، بس شفتها وبس انتهى. أنت متزوجة ولا لا؟ لا أنا منفصلة. المنام هذا بعد الانفصال؟ لا الانفصال قديم من أكثر من 10 سنوات، المنام يمكن قبل تقريبا 7 8 9 شهور كذا. في خاطب جاكم؟ لا. بينك وبين البنت هذه خلاف معين؟ فيها حسد لي يعني صريح. هذا المنام قريب تو شايفته؟ أيوة، وكانت في سبب، كانت شبه سبب في انفصالي. شوفي الرؤيا بكل أمانة واضح، بفسر لك، ولكن بفسر بشكل خاص أو بلمح لك تلميح بسيط. لا عادي. تبغين ألمح ولا تبغين أفسر؟ لا بفسر عادي. لا هنا ما أقدر أفسر صراحة. هي نقطة واحدة فقط، الله سبحانه وتعالى راح ينصرك نصر مبين واضح، رغم الأذى اللي تعرضتي له، رغم الجرح اللي أنت جرحتي جرح. في كفي اليسار جرحين وفي كفي اليمين جرح. لا أنا ما أتكلم عن الجروح اللي بالمنام. أنت جرحتي بالواقع، ولكن الجرح اللي جرحتيه ما هو بعميق إلى درجة أنه لا يمكن زواله إلا بزوال المعتدي. لا، الجرح اللي أنت جرحتيه تستطيعين تخرجين منه بإذن الله سبحانه وتعالى، راح تخرجين منه. راح يكون في انتصار والله أعلى وأعلم من فضل الله سبحانه وتعالى، وراح تسحبين، لأنه في محاولات إيذاء في الرزق، في الحياة، في المعيشة، في أشياء كثيرة، في محاولة إيذاء أو وقعتي أصلا بأذى. رغم أنه أنت فيه ميزة موجودة أكيد بتقولين إيه حتى لو كانت لا، لكنها بالواقع موجودة. أنت دائما في حياتك أصلا تبحثين عن السكينة وعن الراحة وعن الطمأنينة بغض النظر عن أي أشياء ثانية تكون في الحياة، زوج، رزق، فلوس، أشياء هذه كلها تهم الإنسان، لكن أنت تهتمين دائما بأنه تكونين دائما في مكان مريح، تبين أيوة. ترتاحين نفسك، صح، ما تبين مشاكل، لكن حاولت لكن ما أكون في مكان ارتاح بعيد عن لكن ما الناس. استطعتي. ما أقدر يعني، ما أدري ليش يحاولون يأذوني يعني، يوصلون لي لو ما أدري وش. أي نعم، راح ينتهي هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى، وذاك الجرح راح يلتئم تماما، والله سبحانه وتعالى بصير بالعباد. فيه نقطة ثانية ربما أرسلها لك رسالة خاصة. طيب ممكن أقول لك منام ثاني؟ قولي سريع. رأيت إني كأني بروح مكة، كأني بروح عمرة، وبحجز فندق، وحاجة الفندق خاص فيني يعني غرفة. فلما وصلت مكة يعني جاية على الفندق، مكان يعني نفس شوارع مكة والسعودية، كأنه خارج المملكة. أنا دخلت الفندق فكنت مضيعة المحفظة وبطاقة الأحوال، فجلست أبحث عنها فما حصلتها، فكنت تعبانة مرة، فجلست في بهو الفندق، فكانوا يوزعون وجبات،
فأعطوني وجبة، فكان قدامي رجل متين مرة ومعاه طفل وناظر لوجبتي وحسيت إنه يبغى ياخذها، بس أنا التفت يمين كذا في رمشة عين إلا الوجبة انخطفت من قدامي، فأنا ناظرت جلست أدور عليها ما حصلتها، فقلت أنا تعبانة مرة لازم أروح لغرفتي. فطلعت للغرفة، كان الغرفة اللي أنا حاجزتها لقيت عمتي وبناتها، فقلت ليش هم حاطيني معهم وأنا حاجزة لحالي. فطلعت من الغرفة، كأنه وقت صلاة والناس بيروحون يصلون، بس أنا ما أقدر أروح أصلي لأن ما معي بطاقة أحوال ولا المحفظة. فأنا يوم طلعت عند الأسانسير لقيت واحدة من بنات عماتي، فسمعت صوت واحدة تقول لها اقرأي سورة الهمزة، فصارت البنت تبغى تقرأ الهمزة، فقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كان ترتيلها مرة حلو لكن ما قرأت الهمزة، قالت واحلل العقدة واحلل العقدة 3 مرات، لا حول ولا قوة إلا بالله 3 مرات. فأنا قلت مو هذه سورة الهمزة، ورحت مشيت، رحت للاستقبال كانوا كلهم أتراك حريم ورجال، فسألتهم، فكنت بسألهم عن غرفتي، فحصلت عندهم صندوق أمانات، فقلت بسأل عن الأشياء المفقودة، فقلت أنا مضيعة محفظتي بطاقة الأحوال، فطلعوها لي وكانوا فرحانين أكثر مني، فأخذتها وطلعوا لي شنطة وردية، فأنا قلت الشنطة هذه حقتي قديمة، ففرحت فيها يعني بعد وأخذتها. فأنا رايحة قلت الحمد لله الحين أقدر أروح غرفتي وأصلي وآكل وأرتاح. وأنا ماشية قلت لهم بسألهم قلت أنا الحين الأسانسير أي واحد أطلع فيه؟ فقال لي واحد منهم ادخلي الأسانسير فتلقين الزر الأول سورة الجن اتركيها، فروحي للزر الأول اللي مكتوب فيه الأول. فرحت للأسانسير ما حصلت سورة الجن، فضغطت على الأول. وأنا طالعة قلت بروح صالة الطعام آكل، وأنا ماشية حسيت بفمي بيضتين نية، فقلت شلون أنا ماكل بيض ني، ورحت أدور على الحمامات عشان بطلعها، فلقيت المغاسل شبه مسدودة، فقلت عادي بطلعها فيها، وطلعتها. يوم طلعت من فمي زي الموية، فأنا طلعت قلت خلاص الحين أنا بروح غرفتي وبرتاح وبصلي وبكون أفضل من قبل. بس انتهى. الوالدة وينها؟ موجودة. نفس البيت اللي أنت فيه؟ أيوه. إن شاء الله علاقتك معها جيدة. تقريبا. لا مو تقريبا، في شوي أحيانا توتر. في حد تدخل بينكم؟ كثير. يحاولون يعني يغيظون الوالدة أو يسببون فراق بينك وبين الوالدة؟ صح. منهم ناس من اللي ذكرتيهم بالمنام؟ وفي غيرهم. لكن اللي ذكرتيهم بالمنام فيه؟ أيوه. يهمزون ويلمزون. صح. حتى أحيانا أنت تسمعينهم يحاولون يوضحون بعض الكلمات عشان تسمعينها. لا بس كان زمان، يعني الحين ما في علاقة بينهم. لا أنا ما أتكلم عن الحين، لأنه كان لهم دور في هذا الأمر. كان صح. أي خلاص أنا سألت الأسئلة هذه اللي قلتها. متى شفتي ذا المنام؟ تقريبا يمكن شهر، أقل من شهر أو شهر. كنت أقرأ سورة الجن والهمزة والصافات. كنت أرقي نفسي فيها. الحمد لله رب العالمين. هذا يدل على نفس المنام الأول، يدل على أسأل الله أن يكون كذلك، على أن الأشخاص اللي كانوا يحاولون يهمزون ويلمزون ويتجاوزون بالكلام ويسيئون ويسوون خلاف بينك وبين الوالدة، حتى ما استطعتي تصلي للوالدة. أنت كنت تبغين تبرين في الوالدة بس ما تستطيعين، كل ما بغيتي تبرين فيها وجدتي من يؤذي ويحاول يسوي فرقة بينكم. صحيح. هذا دليل على اللي حدث، إنه أنت تروحين تبحثين عن مكة ما عرفتي دربها، بعدين المفاتيح ولا القراءات اللي ذكرتي والأسانسير والطلوع وكل اللي ذكرتيه، هذا يدل على بمشيئة الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى راح ينصرك تماما على كل من حاول أن يفسد في علاقتك مع الوالدة أو مع الطليق أو في حياتك الأسرية وفي أي أمر من الأمور، حتى في صحتك راح يكون في نصر قريب جدا. أسأل الله أن يجبر خاطرك. آمين يا رب. شكرا، جزاك الله خير.